دائما في الشأن الثقافي واحتفاء بذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، نظم المركز الثقافي ببوجدور بتعاون مع النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير وجمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية ببوجدور أنشطة ثقافية تخلد لهذه المناسبة الوطنية بكل من قاعة العروض بالمركز الثقافي وفضاء المكتبة الوسائطية لفائدة تلامذة بعض المؤسسات التعليمية قصد تسليط الضوء على هذه المحطة النضالية. في المتابعة بريجانا روسي ومحمد شارع. هي محطة من المحطات الوازنة في سجل التاريخ الوطني، وهي فرصة أيضا لإطلاق برنامج احتفالي موازي يتضمن زخما من العروض والفقرات التربوية والورشات الموضوعاتية، احتفالية أعادت إلى الأذهان الروابط التاريخية والروحية بين الشعب والعرش العلوي المجيد، تتغير ترسيخ قيم المواطنة داخل المجتمع وتربية النشء عليها باعتبارها المعيار الحقيقي سياسيا وتاريخيا لصيانة الوحدتين الترابية والمجتمعية للمملكة. احتفالا بالذكرى 79 لذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال، نظم المركز الثقافي ببوجدور أنشطة ثقافية وتربوية. الفئة المستهدفة كانت هي فئة التلاميذ أو الناشئة، وذلك للتعريف بهذه الوثيقة ونصها والسياق التاريخي الذي جاءت فيه، وكذا بعض صور الموقعين عليها. وكان هذا النشاط لفئة هذه الفئة كما قلت لغرس روح المواطنة والتعريف بالذكريات الوطنية الزاخرة والتعرف على ملاحم المغرب الكبرى. أمسية تثقيفية تربوية لفائدة عدد من تلاميذ المؤسسات التعليمية، وكانت الفرصة لهم للتعرف على مسار الكفاح الوطني الذي قاده العرش العلوي المجيد والشعب المغربي في سبيل استقلال البلاد. وأيضا كانت الفرصة التعرف على أسماء ووجوه من المقاومين الذين رسموا أروع الملاحم. اليوم تعرفنا على الكثير من المعلومات لم نكن نعرفها عن وثيقة الاستقلال، وتعلمنا عن الكثير من المعلومات مثل المجاهدين ومتى تم تقديم وثيقة الاستقلال. تعرفنا اليوم على وثيقة الاستقلال اللي تقامت بالمكتبة الوسائطية بمدينة بوجدور، اللي تعرفنا فيها على رمض الحوايج اللي كانت اليوم 11 يناير، وكان الإشراف ديال أصدقاء ديال المكتبة الوسائطية، وعطاونا نقراو رمض ديال الكتبة اللي كانوا كيعطيونا معلومات كثر على وثيقة الاستقلال. هي صفحة مشرقة في تاريخ المغرب الحافل بالمكارم والبطولات، ومناسبة لاستحضار أطوار المرحلة التاريخية التي أفرزت وثيقة تاريخية وخارطة طريق جسدت مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال.